السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة العداد ده زبون جابهولي، قال لي ان مشكلة ان الصباع اللي بيصفر عداد الزيت عنده واقع ومفيش خالص، وما فتحناه لقيناه جوه. تعالوا نشوف المشكلة دي فيها ايه ونحلها ازاي. اولا هنحل العداد. تمام. لقينا ان المسمار نفسه بتاع العداد، البلاستيكة نفسها مكسورة في العداد ده. اوريكم البلاستيكه دي بتبقى فين بالظبط. دي فرغه عداد، نفس الفرغه. الزومبا اهي، الزومبا دي مكسوره هنا اهي، مش موجوده هنا، مكسوره خالص. فبالتالي المسمار اللي بيبات هنا كده المفروض بيبات في الزومبا دي عشان يلف معاه، لان هي هي ميكانيك. تمام. نيجي للعداد بتاعنا. تمام. المسمار اساسا مش موجود لان الزومبا اساسا مكسوره. طيب دي حلها ايه؟ دي لها حل واحد بس ملوش غيره. اولا عشان تقول ان احنا هنحط لها امير ونلزقها، ده حل فاشل لانه لازم هينكسر، لان الموضوع ده ميكانيكا فبتبقى صعبة شوية مش كهرباء، فبالتالي هي هتنكسر لان عزمها هيبقى ضعيف. حلها الوحيد ان احنا هنغير الفرغة دي نفسها. طيب انا غير الفرغة دي في حالة واحدة بس، ان انا تكون الخريطة عندي شكلها كويس تستحمل ان انا اشيلها واحطها. طبعا شيل الخريطة هتبقى بالراحة جدا عشان الخريطة دي ضعيفة. اولا عشان نشيل الخريطة احنا هنضطر نفك كل الصواميل اللي موجودة دي، ونفك اللند، وبجفت بالراحة هنفكها من مكانها، نطلعها واحدة واحدة. تابعوا معايا، هفك معاكم واحدة واحدة. اولا فك اللندة بالراحة بسهولة. بتجيبها جنب كده وترجع تاني بيها تتفك نفس المواد، بتزقها لورا ترجع تزقها لقدام يتفك. كده يعتبر احنا حررنا كل اللمض. تاني حاجة هنحررها لو في اي سرية محطوطة هنا لازم برضو هتحلها. طب هتحل السرية ليه؟ لانك انت هتطلع العداد ده وهتطلع القطعتين دول هيطلعوا، فلو انت جيت تطلعهم هيحشروا هنا، فبالتالي لازم نحل السرية دي. طب هنحل السرية دي بايه؟ هنجيب جفت ونمشيه بالراحة كده، او قطر وتمشيه بالراحة كده، تفك اللزق اللي فيه وتطلع السرية. تابعوا معايا. زي ما قلنا هنجيب قطر ونمشي واحدة واحدة بالراحة. طبعا كده كده السرية هتتغير، لو هي طرية معاك مفيش مشكلة خليها يبقى ركبها تاني، بس في الحالة اللي فيها العداد ده السرية اساسا ناشفة. حررنا كده السرية بايظة خالص اهي، فديت كده كده احنا كده مش محتاجين لها. كده احنا حللنا السرية، كده العداد بقى صافي خالص، فاضل فيه المؤشرات والخريطة اللي ورا. طيب هنحل الخريطة ازاي؟ اولا هتفور المسامير، الصواميل اللي هنا بالراحة، وبعد لفة واحدة بالبنسة هتفك المسمار بايدك هيفك عادي. الصامولة قصدي، معلش انا اسف. الكلام ده شغال على عداد الشاهين
على عداد ال131، لان هما انواع يعتبر نفس التركيبة ونفس الخريطة، وهما برضو يركبوا على بعض. كده احنا حررنا الساعة. نرجع نقلب العداد ونطلع الساعة من مكانها، طبعا بالراحة. كده الساعة طلعت. فاضل لنا مؤشر البنزين والحرارة، ودول بيبقى مربوط ب6 صواميل، 3 اليمادي و3 اليمادي، هنحلهم نفس محلين الساعة. كده نزلنا عداد السرعة والبنزين. كده يعتبر الخريطة اتحررت، بس طبعا واحنا بنحل الخريطة لازم تكون متوكل حذر قوي من الخريطة، لان الخريطة دي ضعيفة جدا، او اي خريطة ضعيفة جدا. اولا هتشوف الخريطة متلحمة ولا لا. الخريطة سهلة خالص اهيت، يبقى كده احنا تمام. في زونب اللي هي زي دي حاول تخاف عليك وتخاف عليها وهي طالعة عشان ما تقطعش الخريطة. هتمشي بقطر واحدة واحدة، هتدخلها في قلب الخريطة، تطلع الخريطة واحدة واحدة كده بالراحة. بكده نكون احنا حررنا الخريطة. اهم حاجة ان احنا برضو الخريطة لازم نكون حذرين جدا واحنا بنطلعها، دي اهم حاجة، لان العداد ما هو الا خريطة. اما بقية الحاجات الباقية دي امرها سهل تغييرها، انما لو الخريطة حصل فيها اي مشكلة كده بتضطر ان هي تبوظ العداد. كده احنا طلعنا الخريطة زي ما انتم شايفين سليمة، مفيهاش اي مشكلة. طيب احنا خلصنا دي. طبعا عداد السرعة هي المفروض يتفك عشان يتنقل هناك، بس انا دلوقتي مشكلتي مش فيه. دي القطعة اللي فيها الزومبا اللي احنا هنبدل علشانها. نرجع كده زي ما فكينا واحدة واحدة، الترتيب بالعكس، هتركب عكس. يعني احنا فكينا الخريطة الاخر، هتركب الخريطة في المكان الاول. بعد ما تركب الخريطة هترجع كل حاجة تاني، تركب الصواميل في مكانها، تركب اللوند. كده يبقى العداد اشتغل معاك. تابعوا معايا بعد التقفيل. طبعا احنا ركبنا الخريطة. اهم حاجة بعد تركيب الخريطة لازم الرجول دي بالشكل ده تكون دخلت جوه البلاستيك، لانك انت وانت بتركب الخريطة الرجول بتتني بالشكل ده كده، تمام.
تحت البتاع، فلازم انك انت واحدة واحدة رجل رجل تظبطها وتدخلها جوه العين عشان اللمبة تشتغل معاك، لان لو الرجل ما دخلتش جوه زي ما كانت راكبة اللمبة مش هتشتغل معاك. بكده بكل بساطة نكون ركبنا الخريطة في الفرغة بكل سهولة ونقلناها بكل سهولة قدامكم، طبعا بدون اي مشاكل. اهم حاجة ان ايدك تبقى خفيفة عليها لان الخريطة دي ما تتقطعش. تمام. ده الخريطة اللي نقلناها في العداد. احنا نقلنا ليه؟ عشان خاطر البنز ده بس. نبدأ بقى اننا نركب البنزين والساعة، البنزين والحرارة والساعة، وطبعا السرعة نركبها عشان نجرب. تابعوا معايا التركيب برضو. هتحط الكتلة وتربط الصواميل من ورا. تابعوا معايا كده. ده بعد التقفيل في الفرغة الجديدة زي ما انتوا شايفين. قفلنا الصواميل وقفلنا كل حاجة، بسم الله ما شاء الله. خريطة زي الفل، اتنقلت زي الفل، ما فيهاش اي مشكلة. وطبعا انا بنوه تاني، لو الخريطة ضعيفة بالشكل ده، لو الخريطة بالشكل ده عندك فيها الحامات او ضعيفة، يبقى نصيحة مني بلاش تغيره وامشي على كده، او المفروض هتغير العداد. ما تغيروش الا في حالة ما تكون الخريطة معاك تمام، لان الخريطة ما بتنباعش لوحدها. العداد يتباع قطع لوحده، ساعة لوحدها، مؤشر لوحده، بنزين لوحده، عادي. اما الخريطة هي العداد. دي البوردة زي بوردة التليفون كده، ما ينفعش تغير. فاحنا اهم حاجة عندنا كانت عندنا نقل الخريطة دي. اصعب حاجة في نقل العداد الخريطة، والحمد لله تم نقلها، مفيش فيها اي مشكلة. وادي العداد اللي اتنقل مكان الصباع اهو. نركب، نقفل عليها الوش. كده احنا قفلنا الوش بتاعنا. طبعا المسمار ده كان ساقط لتحت لان اساسا البنز بتاعها كان واقع. نركب، تابعوا معايا. 2 3 5 6. بدأ كده يتحرك زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين اشتغل المسمار الحمد لله. وكده العداد تم تركيبه بدون اي مشاكل وبسهولة. حلقتنا النهاردة كانت عشان خاطر المسمار ده. الناس كتيرة قوي كلموني على المشكلة دي، وهي صعبة شوية، صعبة انك تلاقي اساسا فرغة. بس احنا الحمد لله لقينا فرغة ونقلناه لها. في نهاية الفيديو يا ريت تكونوا استفدتم، ولو في اي حد محتاج اي مساعدة انا تحت امركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.